من أخبار العرب صوت العرب. أهلا بكم. أهلا بكم إلى التفاصيل. وبداية النشرة من جنيف، حيث ردت مصر بقوة على الانتقادات الولايات المتحدة لسجل حقوق الإنسان في مصر. وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان في رده على أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن مجلس حقوق الإنسان ليس في حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها. واعتبر السفير رمضان أنه بدلا من التشهير بالآخرين كان الأولى بنائب وزير الخارجية الأمريكي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات، بما في ذلك معتقل غوانتانامو الذي وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاقه قبل 8 سنوات، إلا أنه لم يغلق حتى الآن. وأضاف أن المطلوب ليس فقط إغلاقه ولكن أيضا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وخصوصا المنحدرين من أصول أفريقية، إضافة إلى العنف المفرط من جانب الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام وانتشار خطاب التحريض، بالإضافة إلى ملفات التعذيب وإنهاء حال الإفلات من العقاب الشائعة في الولايات المتحدة. وأشار رمضاني إلى أن معارضة الخارجية الأمريكية للقرارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبة وزير الخارجية الأمريكي ونائبه بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان إنما يمثل محاولة لإسكات الأصوات عن أكبر ظلم وأطول انتهاكات يشهدها تاريخ الإنسانية المعاصر على مدار 68 عاما. وأعرب سفير مصر عن بالغ القلق إزاء قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقبض على طالب مصري عمره 23 عاما يدعى عماد الدين السيد في ولاية كاليفورنيا على خلفية إبداء رأيه حول المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.